ردت خونا فؤاد الخوت على هاد الصحفي كيقول راه يحيدونا التنظيم ديال كاس العالم. الخوت سمعوا. فيه كلام ايضا عبر وسائل الاعلام الفرنسيه انه فرنسا حابه تنظم تدخل كطرف ثالث مع اسبانيا والبرتغال من اجل تنظيم مونديال 2030 لانه شافوا عجز المغرب على المستوى التنظيمي. كما يقولوا الان راهي الامور راهي في صالح فرنسا باش يدخل له ويحارب ولا راهو يحاول بكل ما اوتي له من اجل اقناع الفيفا التنظيم يعني والدخول كطرف ثالث كما قلت لك لتنظيم مونديال 2030 لانه المغرب صراحه وشفنا في كاس افريقيا ما نظنش انه ضرب راح يقدر تاكدتوا بالله يواكب المغرب بلا هدف باش يهرسوه بتنظيم كاس العالم وكاس افريقيا ويخليوك لانه شافوك هربت عليهم في البنيه التحتيه. واش راكم تاكدوا ولا ما راكمش تاكدوا؟ اول حاجه نتمنى من هذوك الناس اللي هجموا على فوزي القجاع وقال لك فوزي القجاع وطاطات وخاصو يمشي، نتمنى يجيو يتفرجوا في هاد الناس هادو اللي باغيين يهرسوك ويقالوك حتى كاس العالم ودايرين عليك بروباغندا. هذه عندها عامين ملي شديت التنظيم ديال كاس افريقيا وهما بروباغندا وهجومات هجومات هجومات. انا ما شفتكمش تهاجموا هاد الناس، انا ما شفتكمش تعاونونا في هاد لي باج، انا ما شفتكمش تعاونونا في صحافه زيكو، انا ما شفتكمش درك انت القجاع خسر نهائي نورمال عاد راك هاجم على فوزي القجاع زعما وتجلد فيه. هو صحافه ما به صحافه زيكو ولا الصحافه المصريه ولا السنغاليه ولا الافريقيه ولا الاوروبيه وزايد له نتايا اللي خاصك نورمالمون في هاد الوقيته توقف مع ولد بلادك وتوقف مع القجاع. الشيء اللي داروا هذه سنوات والشيء اللي خلى جاب المنتخب المغربي نصف نهائي كاس العالم اول مره في التاريخ تصرا كاع ومازال غادي قادر يدي كاس العالم 2026 وقادر جاي يهاجم عليه. علاش ما تهجمش على الملعب على عمار حتى نتايا ودير البروباغندا كيما يديروها عليك وتقول لهم على السقف ديال الملعب على عمار طاح بالبرد؟ علاش ما تهضرش على انت تبارطاجي هذوك الملاعب العالميه اللي درتهم في المغرب؟ علاش ما تبارطاجي في البنيه التحتيه العالميه ودير البروباغندا وتوري بلاد؟ يعني ما فهمتكم زعما والله. نشوف شي حوايج يعني من نقلاو فوزي القجع ارواح نجيبوا واحد اخر باش يخدم. واش غادي يخدم؟ فوزي القجع راه داو راه مجينيهم. انا نعرفكم رجال اللي هاجمين على فوزي القجع هاجموا على هذا الشيء هذا، عاونوا الدوله المغربيه في هذا الشيء. انا ما شفتكمش في كاس افريقيا هاجمين حتى نتوما على صحافه زيكو، ما شفتكمش انا هاجمين على حفيظ الدراجي، ما شفتكمش دايرين حتى شي حاجه. البروباغندا طالعه على المغرب ملي بدات كاس افريقيا وقبل كاس افريقيا ما شفتكمش. ولكن نهار خسر لا فينال ارواح نهجم على فوزي على القجع. علاش؟ ما نعرف الحسابات ما نعرف. راه فوزي القجاع هو اللي راه داير لهم الحسد هادو اللي راهم يغيروا فيك ويحسدوا فيك، راه داير لهم الكوليك لانه هو انسان خدام، انسان ماشي فاسد، انسان ما يشريش الذمم، انسان ماشي فاسد. لانه حنا هذا صحافه زيكو عارفين بان حنا شرينا. شوف 3 ديال الرؤساء في الحبس مغرقينها بالفساد، شارين لهذا السينيغال اللي راه هاجمه عليك 27 اللي كان اللي مزيه الدوله المغربيه تفطنت وخدمت معاهم لانهم كانوا باغيين يقلعوك تفسير